فينادي جبريل هذا النداء فيدخل الله تبارك وتعالى حب العبد الذي نودي على الحب فيه فيوضع هذا الحب في الماء والهواء. طب في مخلوق ما بيشربش ميه؟ في مخلوق ما بيستنشقش الهواء؟ كل من شرب الماء واستنشق الهواء احب العبد الذي امر الله تبارك وتعالى. ايها الاحبه، حبيب القوه حبيب فجرها الرجل الذي عشناه خيرا واملا ونعيشه رجولة وحبا، الأب والحبيب والإنسان الذي يتعامل ويتفاعل ويعيش قدر القوة وحبا. في مثال الله أخذ
لما حصل قاعد يقول هو يعتقد الامر ان رسول الله هو محمد رسول الله، ان ربنا جل شأنه الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه القرآن. اللي حصل ان ربنا جل شأنه لما قال اني جاعل في الارض خليفه جاب ادم وعلمه الاسماء. اول حاجه هي الميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. في السوره دي فهو لما ربنا رفع السماء وضع الميزان اللي هو ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله يعني ايه؟ يعني كن فيكون. انما امره اذا اراد شيئا انما يقول له كن فيكون. فلا اله الا الله يعني كن فيكون رحمة للعالمين اللي هو محمد رسول الله. فسجدنا آدم عشان يعرف أسماء الله وتصريف هذه الأسماء في ملكوت السماوات والأرض ليعرفها بالميزان اللي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبيكون في حالة لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى رسول الله محمد أخذ من المستقبل الدليل إيه؟ إنهم هينصروا هيأمنوا بمحمد. كل الأنبياء من أول آدم لحد رسول الله محمد هيأمنوا بحمدوه ازاي؟ طيب آدم هينصر رسول الله ازاي؟ طيب هينصر محمد ازاي؟ طيب سيدنا نوح هينصر محمد ازاي؟ طب سيدنا موسى هينصر محمد ازاي؟ طيب داوود هينصر محمد ازاي؟ سيدنا عيسى هينصر محمد ازاي؟ طبعا يطبق الميزان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. هو في حقيقه الامر ان العلم كلته مركز في الميزان، حتى الصلاه نفسها والزكاه وحج بيت الله الحرام كل الاركان الاسلام الخمسه مركزه في الميزان. واللي ما بيطبقش الميزان يكون مشرك بالله. وما بيطبقش الميزان ايه؟ مشرك. يعني الرسول يقول اقرب ما اخاف علي على امتي الشرك والعياذ. الشرك هو ايه؟ انا ربنا بيقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الاسلام ايه؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده. يبقى العلم اخذه من مين؟ الله. اقرا باسم ربك الذي خلق. خدت العلم من غيره مش لما خلقه عشان يعبدهم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز. يبقى هذا هو نظام الحياه. نظام الحياه كلته قائم ان جعلت في الارض خليفه، الملك الحاكم خليفه الملك. اذا الامانه هي ايه؟ هي اقامه الميزان في الخلافه. الامانه في اسم الملك انه يقيم ميزان الملك في الخلافه، ان هو الاسلام هو ايه؟ يحكم الله. ربنا هو ايه؟ اللي بيحكم. فانت
يكونك في اي موقف انك انت خليفه. خليفه في ايه؟ ومعاك الامانه. الامانه هي ايه؟ اقامه الخلافه. انك انت مش الملك. الملك هو مين؟ هو الله، هو اللي يحكم. وهذا كما جاء في قصه سيدنا موسى بن عمر. صح، سيدنا ربنا عشان يعلمنا موسى ان هو الملك، ان هو الحرم، قال له كل كده يا موسى، قال له عصايا اتوقع، قال له خد العصايا دي كده ديت انا اللي مسخرها يا موسى لك ولا تملك فيها شيئا ولست مسيطر عليها، اضربها في الارض فاذا هي ثعبان مبين. يبقى القران بيعلمنا الفطره ان الثعبان ده امثالنا. الثعبان ان انا اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، ان انا الثعبان ده ساعه ما اقيم العهد لانه هو بيعبد ربنا الثعبان ده بتستغنى منه. انما المؤمن ما يخافش منه ليه؟ لانه هو بيسجد لله بجزء كامل ولا يعصى لله امرا ومطيع طاعه كامله لله رب العالمين. فاذا انت بلا حول ولا قوه الا بالله وبالميزان لا اله الا الله محمد رسول الله تقوم تتعامل مع الثعبان ويأتي لكن هو يقوم بالجند، والثعبان يعتبر جند من جنود الله، قضى على السحر والصحراء جابوا به، وان هم يعني بالنسبه انهم غيروا معادن الاشياء اللي كانت بتاعتهم، فجاء الثعبان لانه من جنود الله. يبقى احنا في الاسلام ان التعبيد هي امثالنا ولا رسول. كما ايضا في النار. النار دي الناس بتخاف منها وهي مطيعه طاعه تامه لله رب العالمين. يقول النار دي في الاخره هتحرق اعداء الله. ولذلك القران بيعلمنا ان النار دي لها سر. لما نزل فيها سيدنا ابراهيم ربنا قال له كوني بردا وسلاما على ابراهيم. النار بتاخد ربنا، والدليل انها بتاخد ربنا كمان في الاخره مع اعداء الله هتاكله وفي الدنيا ايضا. ولذلك المؤمن عندما يتصف بالله وانه هو لانه واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. هو ربنا قريب انما احنا قريبين. عندما تكون قريبا من الله الله هتبقى زي ما كانت مع مين؟ مع كل القران بيوري لك الفطره، لان محمد رسول الله هو رسول الله وإمام الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين والصالحين وإمام الواصلين والمتصلين من أيام آدم، مع إنه هو خاتم الأنبياء والمرسلين. وأنا ما أتكلم إحنا العلماء يقولوا على إن هو الأستاذ الشيخ محمد مالك قال إيه إن ولاد رسول الله ناس ما قدرش نستعطفها، لأن خاتم الأنبياء والمرسلين هو محمد رسول الله. لو كان زي سيدنا سليمان كان ابن سيدنا داوود لما عاش بعده كان نبي، وسيدنا يوسف كان ابن سيدنا نبي، فهو سيدنا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. فلا يمكن من ذلك لأنه هو خاتم الرسل والأنبياء. اللي بيحصل أن رسول إن في السماوات والارض والمخلوقات فيها بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله. ياتي ان انت لما تقرا القران يبقى التعبان ان احنا ممكن نختصر فيه. النار ممكن ان احنا نختصر فيها ما تعملناش حاجه. سيدنا داوود طيب وهو كده ماليش شريك. فأنا لما أعي وأمرض أحفظ أتلوى وأحفظ أقول يا رب بالعبادة
طبق نظامه هو، طبق نظامه مين؟ ربنا، ما طبقش نظام آخر. في سيدنا يونس لما ربنا بيطلع قرار الخلاف مش بيطلعوه، لما ربنا بيختار وليه مش بيختاروه لا الأحزاب ولا الحاجات دي كلها. لما يختار ازاي؟ هل بالاحزاب الموجوده؟ هل بالجماعات الموجوده؟ هل انتوا تختاروا؟ ده حتى الجن كان سابقنا، ما خلقنا الجن والانس الا ليعبدون، فكان ابليس هو الخليفه. الملائكه هو ربنا ماليش شريك، الملائكه ما تعلمش ذاتها، فابليس كان يقعد يؤدي فرائض الطاعه، ولكن مين عليك بذات الصدور؟ الله ماليش شريك، ما تفكرش انفسك. محدش يقدر يقول انا كويس النهارده ان ربنا اكتبنا بايه؟ الايمان، محدش يعرف هو هيروح فين. فاللي حصل ان بيودي لوقع جميع الملائكه بيكتبوا يقولوا دي بيأدي 100% فهو الخليفه. فربنا عليهم بذات الصدور خلقوا ادم، فإن جاعلهم في الارض فيه خليفه. طيب والجن طلع بشر اهو، قالوا تجعل جبل قال اني اعلم ولا تعلم وعلم ادم الاسماء. اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر. يبقى ابليس كان بيودي ولاءات الطاعه ليه؟ عشان العلو في الارض والاستكبار، وربنا ما يقبلش هذا. يبقى احنا لابد كل إنما تنسلك لإنما صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. فربنا جل شأنه حين بسيدنا يونس اختاروا أنه هو بقى الملك اللي هو مين؟ الله، مفيش غيره، مفيش شريك. قال يونس اقعد في الجزيرة دي يدعوهم للخير ويدعوهم للأمر بالمعروف. فسيدنا يونس قاعد يدعو الناس تحدثه بالطول، واللي يحدثه معرفش ايه، واللي يشتمه، واللي يطلع اشاعات عليه من كل ناحية، واللي يقول حاجة. قال لك انا جاي قاعد هنا ذهب مغاضبا. ذهب ايه مغاضبا؟ ده بيحكي هو مفيش قرار، ما طلعوش قرار من الرايفت ولا من حاجه، هو مفيش حاجه تربطه، وذهب مغاضبا في الكفاوه. فقام لما نزل في البحر ركب السفينه ونور الله طلعت في البحر وهاب ومات السفينه طلعها كلها، والتماسيح طلعت والحيتان طلعت. الناس مع انها مش مؤمنه بالسفينه قوي، لما تبلغ القلوب الحناجر يقوموا يعرفوا الله، فقالوا لباين في حد هنا غضبان عليه الملك اللي هو ربنا. فعملوا قرعه يمشوا بس يحط ايده على هذا، واللي هو الراجل اللي هو القبطان يجي على يونس يلاقي الحيتان رجعت ويلاقي البحر كل حاجه سكنت. فقالوا يبقى بس الراجل تصلي، شوفوا بيصلي ليل والنهار، ان الراجل بيدعو الى الله. مرة القرعة تاني يجي يحط ايده على هذا على هذا على هذا في السفينة، يجي على يوسف بتاعت مجهوده يجي كلته هيد، الأموات في هيد، وكل هذا يجب. فاللي حصل 7 مرة قالوا ده هو بدل المنطوب حدفوه فين؟ لا أملكوه. لما التقمه الحوت لولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى حين يوم. قال إيه بقى هو؟ قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لأنه هو خرج عن أمر رب. يبقى مين اللي اختاره؟ يبقى الملك مين؟ هو الله. بعد هذا ازاي اختيار الهل؟ ربنا جل شأنه وانتم اللي تختاروا بوجود الله. تختار خليفته؟ لا، ولا طلع قرار من عندك ولا يجوا يختاروك في المال. لبني اسرائيل كانوا يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، ففتوا الكتاب اللي هو التوراه، حطوه على جنب وقعدوا يألفوا كتب ويعملوا شهادات، وهو الشهاده الوحيده لا اله الا الله
الشهادات اللي انت وقفتها بتاعت المجنون مش معترف بيها، هي لا اله الا الانسان تعالى وهيذلك فيها. فاللي حصل بالنسبه ان بني اسرائيل لما تركوا الكتاب زي ما ذكر محمد بن لما قال على سيدنا موسى على الله وقال على انهم شافوا سيدنا عيسى هم فاتوا الكتاب. فلما فاتوا الكتاب امر ربنا ازقهم وعملهم شيع وسلط عليه زي روسيا وحدتك وحدتك طلعوا قناه الزرقيه وكل حاجه وقالوا الناس اللي هم اسمهم بيوحدوا دول وبيقولوا لا اله الا الله يضربوه كل القناه دي بيضربوه. فحاولوا بقى من هذا وانهم بقوا فقراء ومصادر ثروتهم اتدمرت. فقام راحوا النبي الشهر اللي هو زي مثلا شكر الأرض قالوا له احنا هنعمل ايه؟ قالوا له احنا بقى تعبنا من الاشتراكية والجمعية والرأسمالية والكلام ده والاحزاب والكلام ده احنا عاوزين قضينا بقى يقضينا بقى. قال لهم يعني انتوا امنوا بالله وتوافقوا على كلام توافقوا ان ربنا يسلمكم خير. قالوا له احنا تعبنا ما عادش هنرجع هنا غير مين؟ قال لهم طب خدوا عليا بعد اسبوع مثلا خدوا عليه قال لهم ربنا اختار طاروت ملكا. هلا بيبص طاروت كان خرج من الاختلاف قال هو رئيس قال هو رئيس مجلس الشعب الاول. امال الكوادر دي والحاجات دي يدوروا على الطرق كده يقولوا لا حاجات للشارع قالوا لها لا مش وحش من اثنين ولا طلع من الناس. قالوا لي الحاجات دي انتوا اللي عاملينها والشهادات دي انتوا مطلعينها عشان تعملوا بيها في الارض. انما نظام ربنا غير الله نظام ربنا غير الانظمه دي ده هو ربنا اختار طاروت مالك. هذا عندنا خلق بين نقابه المهندسين ونقابه المحامين ونقابه الجمهوريين وكلام وجدنا واحد نقبل الشهادات اللي احنا خدناها والمقطوعه والحاجات دي. قال لهم لا الحاجات دي انتوا بقى اللي عاملينها عشان تشتغلوا على بعض وتمشوا على بعض الحاجات دي معناها مش على ربنا. قالوا له طيب هات لنا آية من ربنا من الصلاة. قال لهم طيب السماء وهتنزل الملائكة بتجوز من السماء فيه التوراة وأثر هارون وأثر موسى وموسى. بصوا تجمعوا لقوا السماء اتفتحت ونزل فعلا الملائكة بتجوز من السماء وفي أثر هارون موسى والتوراة. قالوا خلاص هو ربنا اللي اختاروا ايه؟ هو الملك عشان يقابلوا جنوب. فقام لما الآية دي ظهرت قدامهم كلهم انضم بقى كل واحد جاب السلاح بتاعه والناس جابت المشي ورا مين عشان الله. قال لهم ده حد ايه؟ ده بقى خليفة الله الجمهور وضروري اللي يمشي معايا يكون جند الله. قالوا احنا جند الله. قال لهم هاك وجند الله مش بأشكالكم ولا بأسلحتكم ولا بشهاداتكم ولا بدكم انتم. ربنا عليهم بذات الصدور وده ربنا اللي يعرفه. قالوا ربنا يعرفه ازاي؟ قالوا ربنا مبتليكم الله مبتليكم بايه؟ بنهر اللي هيشرب منه ويملى بطنه يبقى مش من ضمن الله واللي هيجل شفايفه هيبقى من ضمن الله اللي بصوا فعلا لقوا النهر قدامهم 99% شرب من النهر. قاموا لما بصوا لقى بالوت واقف في الجيوش مثلا هو اللي طلع 10 مليون بالوت واقفين في 20 مليون ال 10 تكلفوا مثلا بقى فضل 10,000 اللي ماشيين مع مين؟ مع طارق 10,000 عيال وناس غلابه وما فيش بقى المتوفرين. فقال كم من فئه قليله فرصه كم من فئه قليله غلبت فئه من الناس. ربنا يفرض علينا الفضل ويثبت اقدامنا وانصرنا على القوم. ايه اللي حصل؟ ايه بقى؟ طلع الخليفه سنه كام؟ 10 او 7 أو 10 اللي هو مين؟ داوود.
داود ايه اللي عنده السر والخلاف؟ اللي هو يكلم الحجر يرد عليه، اللي هو كل المخلوقات عارفاه انه خليفه الله، اللي يقول للتعابير اتحركت تتحرك اللي هو خليفه الله. فداود بقى رئيس مين؟ طالوت. وسنه كام؟ 10 سنين. وابنه مين؟ سليمان. ما جاش بقى في التجمعات ولا في الاحزاب ولا تزكوا انفسكم وقولوا اعتذر عن واحد فيكم وهو ربنا اللي يختار عباده الصالحين. اللي بيحصل ان يقول ان الاسلام حكم مراتب ونفسي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. في سيدنا موسى برضه وصلوا لدرجه من العلم فقالوا اله الطب، والاقتصاديين في قول اللي هو بني اسرائيل قالوا اله الطب وصل لدرجه انهم يعرفوا العقيم اللي مش عقيم، يعني اللي يقول لها الدكتور انت عقيم ثم عقيم. فامراه عمران راحت طلب المؤمنين انها عقيم، المؤمنين يعني حكم حكم ربنا. فطلبت منه ايه؟ لما قالوا لها جوزها عمران قالوا لها ربنا اولا عشان اوصلوا الدين ربنا خصنا ادم ونوح وآل ابراهيم وآل عمران ذرية بعضها من بعض كل حلوه ليوم. فاللي حصل ان هي امراه عمران لما حملت نزلت ما في بطنها من لله رب العالمين. فلما جت بنت قالت ليس فتقبلها الله بقبول ان هي تحتنا بها. فتكفل بينها من خلها بينها. كان اللي بيجيب بنت يسود وجهه وهو قانون، يعني يقولوا ليس كده انهم تتطرع الولاد ملايين في الكتب بتاعتهم من البنت ليست الا جهه كتبهم وبيحطوا من قدر الانسان. فربنا اراد هو اللي خالق الفطره، هو اللي خالق البطن والانثى، وهو اللي خالق البنت والولد. فانت ازاي تيجي على مخلوقاتك وتتبرع منها وتحط من قدرهم وهو اللي حافظ هذه المخلوقات وخلقها. ربنا اراد ان يثبت ان مرجع هذه الانسان انها ممكن انها تكون الخليفه، الملائكه او الناس تيجي على الفيل العالمين على فسيدنا زكريا وهو سنه 80 سنه 85 سنه بيدعو، هو روحه في هذا الوقت ايه لازم تصحى ويدعو ربنا الى انه من آل يعقوب ان هو يمكن يعقوب ان هو يديله وريث او يديله ابن، وقاعد ماسك مفيش فايده. فلما دخل الخلق لما نفسنا مريم دخلت وهي المسجد لقى المسجد تغيره، اتبنت بتقول لي اتبنت على حاجه مفيش وبعدين المسجد فقاعد ماشي ايه اللي حصل لما مريم دخلت المسجد، ايه اللي حصل؟ ونبدا يقول يابد المسجد وبعدين يقول لها تعالى قولي ما تقدرش تاكل ولا النهارده تعالى قولي ما كانتش بكره، تعالى قولي ما كانتش بعد، تعالى قولي فاللي حصل ان هو قاعد يمشي وراها داخل على الاكل عندنا جميع انواع الاكل دي اللي هي مريم هو من الله ربنا هو اللي جايب الاكل ده بقى مريم كده، ده انا ماسك السبحه وقاعد ليا 80 سنه على ان ربنا قالت له هو هيئن انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. عرفته الميزان، فلما عندما وصل عرفته لا اله الا الله محمد رسول الله. عندما وصل المحراب نزلت عليه الملائكه قالت له ربنا يبشرك بغلام اسمه يحيى، ماليش الاسم قبل كده ويصوم 3 ايام عن
لابد اطفال الانابيب وما تنسوش ان ربنا جل شانه خلق الموت، وكل واحد مخلوق من هنا والطفل هو اللي بيراعيه، وانك لا تقبض الى جميع كل الكره الارض وعلمائها وجميع من صنعها ما يقدروش ينادوا الشعر ولا يعلمون، ولا جميع الانبياء والرسل ولا الملائكه ولا كل شيء، لان هذا من صنع الملك، من صنع الله. فاللي بيحصل ان هو على هذا المنوال هم طبعا بيقولوا هذا لمريم، اللي بيحصل لك يقول لك لا بد كذا، ومنوش ربنا هو اللي بيخلق الجميع، هو اللي بيعطي الذكر وبيعطي الانثى، وهو صاحب كل شيء، وهو ربنا ان ديت ايات لك عشان تعبده عشان عباده، ايات ان انت بيديلك الزوجه وبيديلك الابن وبيديلك كله عشان اما دائما تكون في الجنه. فمريم جابت سيدنا عيسى من غير مين؟ عشان يقول لك ان لما تفكر ان انت جبت الولاد بتاعتك ايه؟ ده انا اللي بديها بكن. فاللي حصل في سيدنا عيسى لما طبعا لما اتكلم هو كلمه ايه؟ لسه هو موجود وقال انا عبد الله الذي بعد القران. لما جيت سيدنا عيسى قال لهم لا اله الا الله لا اله انت مثلا بالنسبه ربنا هو الشافي ماليش شريك، فاول الدكتور فلان اللي يشفيني ولا يقول الدكتور فلان اللي يشفيني ولا يقول ما اعرفش مين اللي يشفيني، كلهم يا جماعه شفت ربنا ماليش شريك هو الشافي، ولكن الدكتور او الطبيب هو خليفه في اسم الله. خليفه يعني معاه امانه ان ربنا قال ان جاعله في الارض خليفه بياخد الحاجات على انه يعملها، انما هو ان ربنا هو اللي جعله خليفه، والامانه ان هو الذي يشفي هو الله، مش انا اللي بشفي، هو الله الذي يشفي. فقاموا قالوا لا، وطبعا بياكلوا اموال النبي صلى الله عليه وسلم. قال طب جميع المرضى يجوا يعدوا وحوريكم الله يشفيكم. جه كل المرضى عدوا على اختلاف وقال بسم الله الرحمن الرحيم، شاف كل ايه؟ قامت برضه الاطباء السبعه لما يشفوا كل الناس والناس قالوا على العلاج، قالوا للراجل ده خطر نقتلوه. قال طبعا الشاف راحوا الناس بتعيط اللي بيموت، قال لهم يا جماعه ربنا كان قال لكم مستقر ومتاع الى حين، فاما ياتيكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني ربنا نزلنا من السماء بعد الحادثه بتاعت ابن ادم واخذ من شجره اللي ربنا حرمها لنا على الارض اللي هي الدنيا، لنا مستقر ومتاع الى حين، وانا لله وانا اليه راجعون. نرجعوا لربنا، ده هو المحيي وهو المميت، زي ما بيحيينا يموتنا، ماليش شريك. فانتوا بتعيطوا ليه؟ يبقى ده الجنس اللي بيحصلوا على المدى. قام جوه يعمل الحياه الصحيحه، جه واخد الناس وورثه ورايح على المقابر وقال بسم الله الرحمن الرحيم المحيي قوم حيين كلهم. ايه الورثه بس كل واحد ابوه وبنته مادة فين عليهم يقولوا ده عدوا وقالوا الارض تحت ايه واللي راجعين عليهم الورثه قالوا لا يكونوا لانه جنبنا ورثنا واجدادنا جايين قال لهم يا جماعه لا اشتراكيه ولا شيوعيه ولا رأسنا تكتبوا كلام كذب، امال ايه؟ قال ربنا هو الرزاق ماليش شريك. قالوا طب هاتينا مائده من السماء، فجبنا كده من السماء يبقى انت يبقى. وبعدين لما جم يسلموه ربنا رفعوا كده، يبقى المسيح جاي او سيدنا عيسى عشان يقول ان الله ماليش شريك، موسى جاي عشان يقول ان الله ماليش شريك، جميع الانبياء جايين كلهم عشان يقولوا الله ماليش شريك. ده هم الرسول لما يقول اخوف ما اخاف علي على امتي الشرك، ولذلك العلم كلته
لا اله الا الله محمد رسول الله. هي الميزان العام، ميزان جميع الاسماء، وهي كن فيكون. بمعنى الناس كلها يقول لك هو قاعد تعبان، يقول لك ايه السبب بتاع وكلية التجارة وكلية الاقتصاد وتنظيم النقد الدولي والبنك الدولي والبنوك وتبني الكلمة تقول ايه؟ أمن الفلوس. وحاجة عجبت تقول فيها الناس تفكر فيها وحاجة. في القرآن ربنا جل شأنه جاب قارون بس. قارون ايه؟ خد النفوس وخزنه. ربنا بقى بيمشي النفوس دي شويه على اساس يطلع ان هو بيخزن فيطلع في الموقف بتاعه. فالناس يقول يا ليت لا نادي، ربنا يدير زي ما عطى. وبعدين ربنا جه خاسف في الارض. الناس ما فكرتش خاسف في الارض. النقود اللي قالوا النقود بطاقها ذهب مشركين وكذابين. هو الكلام بتاعنا واللي قالوا بطاقة الوجود انتاج النص القرآن لما نيجي نطبق الكتاب لا اله الا الله محمد رسول الله لما قال نقول انتاج برضه نصابين وكذابين. واللي قالوا بطاقة الوجود عمر صعبة نصابين وكذابين لاكل اموال الناس الله. كل كلمة لا توزن بميزان لا اله الا الله محمد رسول الله فهي كذب. وكل لقمة وكل رزق لا يوزن بلا اله الا الله محمد رسول الله فاكل صح. سمعونا للكذب اكلونا للصح. يعني جميع الكتب بتاعت الاقتصاد دي ما دامت لا توزن بلا اله الا الله فهي كلها كذب. ليه؟ لان النقود ايه؟ ليه؟ من القرآن نفسه اللي بيكنز النقود بيعطل المجتمع لان النقود دي ميزان زي الورقه بتوزن بيها قيمه الاشياء. بتوزنها تقوم تخزنها ما تنفعش. ضروري تمشي على الناس عشان يتعاملوا فيها. وبعدين النقود تبقى ملك مين؟ من البحر الحكومه. الحكومه خليفه الله في اسم ايه؟ الملك. وجميع المصايب والازمات وكل مصايب العالم كله بخروج النظام النقدي على الميزان لا اله الا الله محمد رسول الله. ولذلك فإن أهل الكهف فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. لما لقوا النقود خرجت على الميزان واختل ميزانها فاختلت جميع الموازين قالوا ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هنروحوا فين؟ الميزان في الشرق مختلف والميزان في الغرب مختلف والميزان في الفقه مختلف. فربنا نيمهم 309 سنة عشان ما يسمعوش كذب ولا ياكلوا سحر. لان دورة النقود دي بتمشي اذا فسدت بتدخل في كل جيب بتدخل في كل بيت. فاذا فسدت بتفسد الناس. ولذلك النقود لا قيمة لها الا في وظيفتها تبقى بنظام لا اله الا الله محمد رسول الله. ولذلك ربنا بيقول الدين هو ايه؟ انك مدين لله بوجودك وبحياتك وبمماتك وبكل شيء. الدين مش عاوز لا فلسفه ولا غيره. الفطره محمد رسول الله دي كان ايه؟ تم 40 سنه ما يعرفش لا يقرا ولا يكتب. انما مين اللي بيعلمه؟ الله. مين اللي قال له اقرا باسم ربك الذي خلق الانسان من علق. اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم. مش القلم بتاعنا. القلم الثاني ما يكتبش اللي هو في القلب. القلم اللي بيتعلق في القلب. فالنقود هي ميزان القيمه. فكل واحد يفكر النقود دي ازاي نكتب توقيت النقود. انا لما اخد النقود باوزن يبقى النقود دي بتتحط في كفه لا اله الا الله والنعم بتتحط في كفه محمد رسول الله ما ارسلناك الا رحمه العالمين. عشان الصراط المستقيم بتشيلها بلا حول ولا قوه الا بالله. ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعروف.
فازاي يمنعونا معانا ازاي بالنقود؟ انا واحد عنده فاكهه وعاوز يبيعها والتاني محتاج لها وما معاش نقود، يبقى الفاكهه نقود، يبقى اول فاكهه يبقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على نعم، يبقى اوقفها بسم الله الرحمن الرحيم واوقفها الحمد لله رب العالمين. لكن واحد عنده جنينه والجنينه مطلعها بالسؤال ومش لاقي فلوس الناس تشتريها، يبقى الجنينه حربون وهيقلع الجنينه. والمساكين اللي احنا الفقراء لله ما وصلهمش حاجه. ايه السبب في هذا؟ ايه السبب في الخلل؟ هو قيمه السنين ومفيش فلوس مع الناس، تاخر هيجي مسؤول السنين. النعم بتاعت ربنا دي ضروري الحقوق دي تكون مجرده وتسلم للناس عشان كل واحد يوزن فيها، العمل يوزن فيها، الانتاج يوزن فيها. وذلك انا لما بقول انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، كن يعني لا اله الا الله، فيكون يعني محمد رسول الله وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. انا اعطيناك الكوثر. وطبعا للجميع مشايخنا يقولوا او كل التفسير يقول لك الكوثر نهر في الجنه، مفيش مانع، بس انا في الدنيا سواء انك اعطيناك الكوثر يا محمد في الدنيا فصل لربك وانحر وكل الناس. مفيش فقر مع لا اله الا الله محمد رسول الله. وإن اعطيناك الكوثر فصل ان شانئك اذا ما تذكرش محمد يبقى اكثر، لان محمد رحمه للعالمين. الاسلام من يوم ربنا ما خلق الارض هو لا اله الا الله محمد رسول الله، لانها هي الميزان. عشان ما اقعدش افكر في الانسان، بحط الحكومه في كفه لا اله الا الله، الرابع من لا اله الا الله الملك، الشعب في كفه محمد رسول الله، شعوب كلها، شعوب الارض سواء مسلمين او غير مسلمين، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. يبقى لا اله الا الله في الاقرار. حتى في قوم ثمود صالح جاء قال لهم ايه؟ اخوهم صالح قال لهم يا جماعه لا اله الا الله، ربنا هو اللي قالوا له يا صالح عشان تبص فينا ايه اللي حصل؟ تحصلك ايه؟ شوف يا عم انت عايش ربنا هداني، ربنا هداني وعاوز اقول لكم ان احنا كده في شرك، وانتوا قاعدين تبيعوا وتشتروا ما اعرفش وقاعدين تقولوا النقود وقاعدين برضه ملخبطين النقود. ربنا هو الرزاق، وانت في حد بيوصل حد، وربنا هو الرزاق. قالوا له طيب جه رايح على الجبل ورينا آية صراحة على الجبل، قام طلعت ناقة الله. ناقة الله دي انت تعمل ايه؟ قال لهم تشرب يوم النيل بنت تكفرون وانتوا تشربوا يوم. تشرب حتى الله عليكم اللبن في جميع انواع الغذاء. فطبعا احنا صدينا واحنا ايه؟ ناخد اللبن عاوز اكل تفاح وهناكل من الجبل فيه كل الانبياء وفاهم ومعقول فاهم. فاغلب الناس اللي بيبيعوا كده قالوا نشتري الناقه ونسيت اللبن. ليه؟ عشان يضافوا النوع او يضافوا الانظمه اللي مصلحهم. فهو ربنا بيقول ما خلقت الجنه والانس الا يعلم. لما باجي انا اقول عشان اقول للانسان هو رايت ربنا بيقول لي ايه؟ ما عندكم ينفع. كل الحاجه اللي تطلع من انفسكم او تفكروا فيها والعلم بتاعكم ده بينتهي بشكل، وما عند الله هو نظام. لما الرسول بيقول الرزق على الله، يعني نظامي انا ما اخدش غير من الله، من كفه لا اله الا الله. نظامي انا ما اخدش فلوس من حالي ولا اخد الرزق بتاعي من حاجه من ضروري مباشره من الله. وعشان انت لو انت نظام كل واحد اسم الكريم، لما بيجي لك ضيف مش انت اللي بتقول، انت عشان تحول الضيافه لعباده ضروري تقول انا خليت في الكريم، الاكل اللي بياكلونا في الكريم انت ضيف على الله كبير. كل هذا سيدنا ابراهيم الكريم ابو الانبياء لما خد مراته وعاوز يعلمها لا اله الا الله وابنه، ففكروا بوادي غير الزرع. قالوا له الله وانت هتحط في ارض صحراويه ما فيهاش ميه ولا فيها اكل، قال لهم عشان تتعلموا التوحيد وربنا يعلمكم. فمش حد تطلب من ربنا
الحج دي كلها معناها ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. هي البيت خد اسمه عشان لان طبعا بعد سيدنا نوح الارض كلها غرقت، فربنا بعث هناك عشان يقيم قواعد البيت مرة اخرى وقالوا مكان البيت. نمرة 2 منازل الحج دي زي ادم لما نزل وحواء بيجروا برضه ما لهمش غير لا اله الا الله محمد رسول الله. تمشي البيوت بتاعتهم اركان بيتك تمشي على لا اله الا الله محمد رسول الله. الاكل الرزق بتاعك تمشي على لا اله الا الله محمد رسول الله. بعد يجري اللي هو بين الصفا والمروه لحد ما طلعت الميه من وهكذا. فالرسول عليه الصلاه والسلام لما جه يقول الصلاه ما احنا بنقوله اول واحنا نرجع للكلام اللي قاله مولانا الشيخ حسين الرضواني وقال الصلاه، وجه الشيخ علي الفاري وقال ايضا الصلاه، والشيخ محمد مدني. الصلاه هي ايه؟ الوصل. الصلاه هي الوصل والصله. انت الصبح صلاه الفجر بتعمل ميثاق بينك وبين الله انك تطبق الصلاه هذه من الفجر لحد الظهر، وبعدين الظهر تصلي تعمل ميثاق ثاني عشان ما تكفلش على عبادتك في كل ركن من الاركان لحد العصر، وبعدين العصر تعمل ميثاق منه لحد المغرب، وبعدين من المغرب لحد العشاء، وبعدين العشاء بالليل هذا الميثاق. فانت تقول ايه؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. فالصلاه هي ايه؟ الصلاه مركزه فين؟ انت لما بتقول الفاتحه هي مفيش اي ركعه تقدر تعملها من غير الفاتحه. القران كلته اللي هو جميع الكتب السماويه السابقه من ادم والصحف تجمعت كلها في القرآن، والقرآن في القرآن، والقرآن تجمع كلته في الفاتحة، والفاتحة تجمعت في بسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله الرحمن الرحيم سرها بحرف الب، بحرف الب الأول ب، والسين يعني اسمه حتى السين. فالحروف العربية حروف عبادة اللي يرتفع على الارض. الحرف الالف معناها احد، والحرف الالف تكونت منه كل الحروف. فاللي بيحصل به فيه ما كان وما سيكون، وفيه حالنا الان وحالنا فيه الدنيا والاخره. به يعني بالله. الف الف احد هو الله. فربنا لما علم ادم الاسماء كلها علمه بالاسماء ايه؟ العربيه، والعربيه باليمين اهل اليمين. انما التانيين ايه؟ الانجليز وده كلته هم اهل الشمال، واهل الشمال دول تسمع منهم الفكر والنصر والتحايل والفرقه، لان هو البيت عملها فيه كان راجل مختار وعملها ايه؟ دي عشان ينوه الناس عن اللغة. إنما الألف لها معنى، والب لها معاني، والت لها معاني. إنما الإب الإنجليزي معناها أو بالحروف التي لا معنى لها، صماء لا معنى لها. ولذلك اللغة العربية هي لغة أهل الجنة والملائكة، ولغة القرآن، واللغة اللي نزل بها القرآن. ولذلك اللي يرد إن احنا، ولذلك العرب لما جه الرسول كان اللي ما يتكلمش عربي يبقى في الدرجه الثالثه والدرجه الرابعه زي المسلمين. ليه؟ لانه اعجمي. فالرسول قال لهم لا فرق بين عربي وعجمي الا بالتقوى. يعني العربي يقول يكون معاها التقوى، انما الالف لما تختفى على الارض كما فرق زمان وهكذا يقول لك مش من الالف على الارض، انا كنت هنا بدايه الخلاف. فالفطره الله هي اللي ربنا وضع الناس عليها. فاللي بيحصل ان الصلاه هي ايه؟ الصلاه هي الوصف. يبقى الفاتحه تجمعت فيها كلها. بيجي في التحيات بقى الوصف مع مين؟ التحيات لله والصلوات والصلاه. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته.
تجمعت في محمد أخذ بسبب النبيين، تجمعت في جميع الأنبياء والرسل، وتجمعت فيه المثال. وبعدين قال إيه الميزان؟ أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. احنا بنقول ايه؟ السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يبقى كل الصلاه اللي هي ادي ايه؟ الصلاه الوصف دول. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم. يبقى العالمين الوصف الصله. الاذان اللي هو نشيد الاذان. الاذان فيه ايه؟ بتقول الله اكبر، الله اكبر، يعني قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. هي معناها الله اكبر. وبعدين بتقول ايه؟ الميزان لا اله الا الله محمد رسول الله. وبعدين بعد هذا اللي هي اركان حي على الصلاه. الصلاه جميله. الصلاة حي على الصلاة، يعني انت بتقول الصلاة أركان الصلاة خمسة على إنك تقيم حياتك. فخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا كل حياتك عبادة. بتقيم الصلاة الميزان. الصلاة بتاعت الصبح بين العباد وبين الحي على الصلاة جميع الصلاة. الصلاة بينك وبين النبي، الصلاة بينك وبين أولياء الله، الصلاة بينك وبين الملائكة، الصلاة بينك وبين جميع أخوانك، الصلاة بينك وبين الجيران، الصلاة بين الدول وبعضها البعض. حي مين اللي قائم عليها؟ الله. حي الحياة كلها. حي على الفلاح. إقامة المزارع والمنشآت وكل شيء في الأرض اللي قائم عليها هي تجيب الكتاب. الإنسان قائم حي على الفلاح، حي على الصلاة. إيه اللي قائم؟ إيه تجمع فيها؟ فاللي بيحصل أن الصلاة بالخمسة هي نقطة انطلاق على ان تمشي ال 24 ساعة لله، تمشي حياتك كل صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول. احنا الطبع اللي جوه بنبشر ولنا امل كبير لاننا نبشر بان الحق لابد ان نبشر، وأن الميزان لابد يطبق، وأن العالم كله على مختلف طوائفه وعلى مختلف جنسياته وعلى مختلف أركانه وعلى مختلف دياناته. ولكن استجارك أحد من المشركين فأجره، يعني محمد رحمة للعالمين بالميزان. الحق عن طريق الميزان. ليس هناك حق الا عن طريق الميزان. ليس هناك خير. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام قعد يعلم 14 سنه الميزان هو التوحيد ونظام التوحيد في الدنيا. قال ان كفه لا اله الا الله للحكم، وكفه محمد رسول الله اللي هو مخلوق للمحكومين، كفة لا إله إلا الله للموازين، وكفة محمد رسول الله للنعم. عشان الناس هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو هدى الله، هذا هو ذكر الله، هذا هو سبيل الله، هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو هدى الله. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. يبقى الخروج على الميزان خمس حاجات تكون موجوده: الضلال والشقاء والخوف والحزن والمعيشه الضنك في الحياه الدنيا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بداية التقوى هي إقامة الميزان. الميزان هو إيه؟ الميزان عنه هو إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك فإن سيدنا رسول الله عندما علم أبو بكر وهو 14 سنة بيدرس في هذا، عندما علم عرف أبو بكر قال له جاب الفلوس بتاعته وقال يا رسول الله ده أنا اتقت لا إله إلا الله. قال له ماذا تركت لأولادك يا بكر؟ قال له لا إله إلا
ايضا لما جم القوافل يشتروا القوافل من فقاموا قدموا النقود من الذهب ومن الفضه يسعى انهم يشتروا من عثمان، هيشتروا ايه القوافل دي صرفا، قعدوا يضاعفوا هذه النقود الذهب وخلافه. قال لهم انا ما ببيعش بالنقود لا اله الا الله محمد رسول، مع انها من الورق يبقى دليل على كذا على اساس انا لما اجي في مصر امريكا لها ميزان. لا شوف الرسول بيقول ايه؟ امرت ان احارب الناس جميعا حتى يطبق ميزان لا اله الا الله محمد رسول. معناها انا امريكا ميزانها كدولار ومصر ميزان لا اله الا الله محمد رسول الله مصر، وانجلترا ميزان النقود بتاعها لا اله الا الله محمد رسول الله، معناها ايه لا اله الا محمد رسول الله؟ ايه الاسترليني. والسعوديه الميزان بتاعها ريال. جبنا احنا الناس اللي بره جابوا فلوس من بره دولار لمصر، وجينا حطينا الدولار تحت الدولار. يبقى انا ضروري احط لما يجي الدولار احط في كفه لا اله الا الله بتاعت امريكا واقول له دي كفه محمد النعم اللي عنه. لما انا حطيته تحت الدولار يبقى امريكا كفه دولارات شجره وحطيتهم تحت الارض ما خدتش من امريكا حاجه. يبقى هذا يؤدي الى اكل اموال الناس بالباطل، يؤدي الى ان انا ما جبتش الحاجه حتى الاسعار بتاعتها الاسعار بتاعتها. يكون ان انا ما اوزنش على طول اخد هذه الفلوس واحطها في كفه واقول له اديني النعم بتاعتها، يبقى رجعت شعبي. انا اللي يحصل لما اجي اروح احج كل المصريين رايحين يحجوا فطلعين حاجتك من الحج ايه يا عم؟ واحد قال لي انا عاوز، مين اللي بيطبع الفلوس؟ مصر اللي جنب وزيرنا ايه؟ قال انا عاوز 10,000 جنيه عشان اروح. طيب هتديني ايه؟ قال لي هديلك يوم سنين اقامه الميزان بينه وبين الشعب. يبقى هو في كفه محمد رسول الله وانا الفلوس بحطها في كفه لا اله الا الله. عاوز فلوس كام؟ 10. بقول له خد الميزان عشان يوزن فيه يشتري بيه حاجات ثانيه. هتديني كتير. يبقى اقامه الميزان عشان الشعب يشتغل. الشعب بتاعه عشان يشتغل اقامه الميزان بين الحكومه والشعب. خد الفلوس على انه يروح يحج. خد الفلوس نزل خدوا مثلا 3 مليار جنيه مصري لكن يحجوا منه. لما دخل السعوديه طبعا الجنيه المصري مش ميزان السعوديه، بيروح يوزنوا مع لا اله الا الله السعوديه اللي هي كفه الريال، ياخد ريال. والسعوديه خدت 3 مليار جنيه مصري، مع ان الله بقى اهو يقول